كل مرة كنت بعمل العيش بالحبة الكاملة يا يطلع مكتوم يا يطلع تقيل يا ما يقبش، لحد ما غيرت الطريقة واعتمدت الطريقة اللي هشاركها معاكم في فيديو النهاردة. النتيجة عيش طري خفيف كله قابب بالواحدة، ينفع للدايت، والأهم إنه بدون عجن زي ما قلتولي في الفيديو الأخير فيديو التوست، علشان نظام الطيبات اللي ناس كتير اتبعته الفترة الأخيرة. فيديو النهاردة شامل متكامل لأسرار العجن، التخمير، التسوية، لعيش حبة كاملة طري وخفيف وقابب بالواحدة. لايك وشير للفيديو ويلا نشوف العيش النهاردة عملناه ازاي. اول حاجة في طبق عميق هيكون عندي كوباية مية دافية، وعندي كمان كوباية تانية هسيبها على جنب وهقول لكم هنستعمل منها قد ايه. كمان عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وممكن نستعمل خميرة بيرة، وكمان عندي معلقة كبيرة من السكر، ممكن نستبدلها بمعلقة كبيرة من العسل الأبيض أو العسل الأسود. هنقلب الخميرة مع السكر في المية لحد ما الخميرة والسكر يدوبوا تماما. هنسيب المية بالخميرة على جنب تتفاعل كده وتنشط على ما احضر المواد الجافة. هنا أنا عندي نص كيلو من دقيق الحبة الكاملة. للي ما يعرفش أو المعلومة لأول مرة، ده دقيق كده مطحون بخيره زي ما هو القشرة بجنين القمح بكل حاجة، متوفر في كل الأسواق، سايب عند العطار 25 جنيه لحد 30 جنيه، ممكن كمان تجيبوه معلب جاهز. أنا عندي هنا حوالي نص كيلو من الدقيق. حطيت على الدقيق ربع معلقة ملح ونص معلقة من البيكنج باودر وهقلب كده. أنا عندي المواد الجافة جاهزة والمواد السائلة جاهزة. الخميرة فارت واتأكدت ان هي ناجحة ونشطة. هبتدي ان انا اعجن العيش. هنزل الدقيق على المية بالخميرة وهقلب كده بسيط بالمعلقة. فاكرين كوباية المية التانية اللي انا قلت لكم خليناها على جنب او سبناها على جنب؟ هبتدي انزل بيها بقى بالتدريج واحدة واحدة، ما تنزلوش بالمية مرة واحدة علشان العجينة ما تسحش منكم وما تعرفوش تلموها، تحتاجوا تضيفوا دقيق كمان. فبنزل واحدة واحدة. وطبعا انا هنا مش بعجن اطلاقا للناس اللي علقت على نقطة العجن، انا بلم بس الدقيق بالمية. كنت بضيف مية حبة بحبة لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. العجينة لازم يكون فيها تلزيق زي ما واضح قدام، بس تكون العجينة في نفس الوقت شدة وماسكة نفسها. استعملت من الكوباية حوالي تلتين الكوباية، يعني فاضل معايا تلت كوباية. وعلشان ألم العجينة وأنعمها ضفت حوالي معلقتين كبار من الزيت. أنا ضفت هنا زيت نباتي، ممكن تضيفوا زيت زيتون. كده كمية السوائل كوباية وتلتين من المية. لميت العجينة زي ما انتوا شايفين كده، انا مش بعجن خالص. بعد ما الزيت تاه في العجينة هترجع تلزق معاكم، يبقى احنا كده ماشيين تمام. بصوا بتلزق في ايدي ازاي، بس في نفس الوقت ماسكة وشادة نفسها. في طبق العجن حطيت نقطة زيت. بعد كده هنبدأ نخمر العجينة. دهنت السطح برضو نقطة زيت صغيرة خالص، وغطيتها بستريتش ريب وسبتها حوالي نص ساعة. طبعا عشان الجو حر، لكن احنا لو في الشتاء ممكن تاخد معاكم وقت اطول شويه. اخدت العجينه وابتديت ان انا اعملها رول خفيف كده او بسيط، وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا اقول لكم بقى نص الدقيق عمل لي كام رغيف، والوزن كمان قد ايه لو حابين تشتغلوا بالميزان عشان العيش يطلع معاكم كله بنفس الحجم. ابتديت ان انا اقطع العجين ووزنت كل قطعه حوالي 80 جرام. ممكن كمان توصلوا الوزن لحد 100 و120 لو حابين الحجم كبير. الحجم ده كان متوسط. بعد ما كورت العجين بالشكل ده حطيته على طبق، رش عليه نخالة او ردة. وممكن كمان تحطوا العجين على دقيق حبة كاملة او دقيق ابيض زي ما انتوا عايزين. هنا انا وزنت كل القطع زي ما قلت لكم 80 جرام، وابتديت ان انا اكورها. باخد كل قطعة ابدا ان انا اقفلها من تحت كويس قوي، وهسيب العجين يريح، لان لو فردته في المرحلة دي مش هيبقى سهل خالص. رشة بسيطة خالص من الزيت من فوق هتخلي لكم العجينة تتفرد معاكم بكل سهولة، وكمان وشها ما ينشفش. حطيت العجين بستريتش ريب وسبته 10 دقايق يريح. هاخد اول كورة تحت رشة من الردة او النخالة. ابتديت ان انا افرد الرغيف رايح جاي، واقلب الرغيف او اقلب الرغيف كده ورايح جاي في كل الاتجاهات لحد ما يبقى كله بنفس السمك. وبيكون السمك رفيع شوية لان انا هسيبه يختمر، فلما هيختمر هيعلى. على ترابيزة كبيرة على الرخامة بنفرد كده قماشة بكون مخصصاها للعجين او للعيش، وبحط عليها العيش بتاعي وبغطيه. بعد ما بفرد كل رغيف بحطه على القماشة وبغطي القماشة على طول عشان وشه ما ينشفش.
ويختمر كمان معايا أسرع. رحت رشة من ردة بس ما ترشوش كتير، الكمية الكافية للرغيف يتفرد معاكم بسهولة وما يلزقش. حركي الرغيف كده من ايد للتانية علشان انزل الردة الزيادة. الرغيف اللي يتفرد مهم جدا نحطه على الترابيزة اللي فرشين عليها الملاية ونغطي العجين. الرغيف لازم يتفرد كويس قوي وبسمك يكون واحد، يعني كل رغيف بنفس السمك. سمك الرغيف لا يكون رفيع قوي ولا كمان سميك، لان لسه كمان هيختمر الرغيف ده، لسه هيخمر. الرغيف الرفيع مش هيقب معاكي في التسوية، والرغيف السميك هياخد وقت طويل على ما يقب، وكمان هيبقى فيه البابة زيادة عن اللزوم. بصوا معايا كده، دي كل الأرغفة، دول 11 رغيف. حطيت العيش بتاعي وسيبته حوالي ربع ساعة، سيبوه يخمر كده علشان يطلع معاكوا ليه البابة. وبوريكوا هنا الفرق بين أول رغيف فردته وبين الأخير. تعالوا أقول لكم ازاي تنقلوه بقى من على القماشة لحد التسوية علشان ما يفقدش الخم. بتحطوا ايديكوا كده، ايد من فوق وايد من تحت، بنفس الطريقة اللي في الفيديو. طبعا الفيديو شارح نفسه وافضل بكتير من الكلام. النهاردة انا هسوي العيش على الطاسة. الطاسة عندي سخنة جدا ودرجة الحرارة تحتها عالية. بنزل الرغيف، وتعالوا لي بقى هنا الاهم نقطة في التسوية. انا ما بسيبش الرغيف يقب لوحده، لا، انا عايزة فوق وتحت ياخد نفس درجة الحرارة. طبعا ده مش فرن، فمن فوق مفيش اي حرارة طايلة السطح. فهنعمل ايه؟ يا دوبك الرغيف يتشمع، عدوا على ايديكم 5 ثواني واقلبوه، وتعدوا 5 ثواني وتقلبوه الناحية التانية. يعني كل 5 ثواني اقعدوا قلبوا فيه حتى لو كان بيقب معاكم. انما لو تلاقيتوه بيقب بسرعة شديدة، لا، سيبوه يقب للاخر وابدأوا اقلبوه تاني. وانتوا بتقلبوه قلبوه بحاجة مش حادة علشان ما يتفتحش معاكم وما يقبش. بقلب فيه لحد ما ياخد اللون المناسب اللي هو الايه، المحمر شوية. اهو زي ما انتوا شايفين، حطيت الرغيف 5 ثواني وقلبته، وبقعد ادير فيه كده علشان يطول حرارة من كل الجهات ويقب معانا بالشكل ده. بينفخ، بيبقى عامل زي البالونة ما شاء الله. وبنقلبه وبيرجع يقب تاني اكتر واكتر بالشكل ده كده. انا سيبته هنا لان لقيته بيقب بسرعة، لكن لو بيقب ببطء لا، اقلبيه بقى، اقلبيه، ما تسيبوهوش يقب لوحده، مش هيقب. لان كمان انا عايزه اللبابه فوق تبقى شبه اللبابه تحت نفس السمك. اظن كده ما بقالكمش حجه، وهتقوموا تعملوا العيش البلدي في البيت او العيش بالحبه الكامله في البيت، منفوخ طري. بصوا كمان يعني تسويه ممتازه، احلى كمان من الفرن. طبعا بنطلع العيش بنغطيه بفوطه علشان يفضل محتفظ بالطراوه بتاعته، وكمان الفوطه تمتص اي رطوبه. وده شكل العيش. بصوا بقى السمك بتاعه ممتاز جدا واحلى من الجاهز بمراحل. طعمه فيه تسكيرة جميلة قوي عشان الدقيق مطحون بخيره. وده كمية العيش اللي طلعت لي من نص كيلو من الدقيق. طبعا تقدروا تفردوه على دقيق حبة كاملة او تفردوه على دقيق ابيض، ترجع لكم. تعالوا شوفوا العيش من جوه. بصوا اللبابة بتاعته فوق زي تحت نفس السمك علشان سويناه بطريقة مظبوطة. تعالوا شوفوا الرغيف بالكامل بقى، وشوفوا اللبابة بتاعته منفوخ بالواحدة، مفيش رغيف مقبش معايا بفضل الله. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير سبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير ومع السلامة.